بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده لكل موظفين القطاع الخاص. ايه الفرق بين الاستقاله والفصل التعسفي طبقا لقانون رقم 14 لسنه 2025 اللي تم تطبيقه في 1/9/2025؟ موظفين كتير مش عارفه الوضع ايه وبيختلط عليهم الامر، وفاكر ان هو لما يقعد في الشركه فتره زمنيه طويله ويقدم استقالته هو من حقه يطالب مستحقاته على السنين دي. طبعا دي معلومه غير صحيحه، بمعنى ان سيادتك الاستقاله دي عباره عن انت تخلي ارادي، انت بتتخلى بارادتك عن العمل دون اي مشكله. انت اللي مش عايز تكمل. هنا وضعك القانوني ايه؟ ان انت بتطالب بحقوقك الحاليه اللي هي ايه؟ لو ليك رصيد اجازات ومستحقاتك الماليه اللي هي يعتبر الاجر بتاعك لو انت ليك اجر ما خدتوش، واي مستحقات تانية انت عامل بيها تعاقد مع الشركه والشركه ملزمه بيها وانت ماشي من الشركه. لو انت هتستقيل في بعض العقود للشركات ان انت لما تيجي تمشي الشركه بتقول انا هديك كذا، انا اللي بقول الكلام ده طبقا للعقد. لكن لو مش مذكور الكلام ده فانت مالكش غير اجرك اللي انت ما خدتوش، لو انت اللي هو اجر الشهري بتاعك ورصيد اجازاتك. ده بالنسبه لوضع الاستقاله. اي حاجه غير كده يبقى كده الكلام ده مش مظبوط. طب الفصل التعسفي هنا بقى بنقف. هو ايه سبب الفصل التعسفي؟ يعني ايه كلمه فصل تعسفي؟ يعني الشركه مشيتك دون وجه حق، انت ما عملتش حاجه والشركه ايه اللي هو بتمشي وخلاص. هي شايفه ان العمال عندها كتير وتقول لك مع السلامه انا مش عايزه حضرتك، انا مستغني عنك. كلمه مستغني عنك دي وانت ما اخطاتش او مفيش اي مشكله قانونيه على حضرتك والشركه ماشياك بمزاجها، هنا بيبقى في وقفه. وبناء بقى على العقد اللي مع حضرتك ووضعك ايه وسنين العمل ايه بنقدر نشوف انت وضعك القانوني ايه. وطبعا هنا بقى بنخش في مستحقات سنين عمل على حسب عدد السنين اللي اشتغلتها، مع مستحقاتك الشهريه، مع رصيد اجازاتك. وبنخش طبعا في موضوع تاني خالص لو الشركه رفضت تديك حقوقك الرسميه المظبوطه طبقا للقانون اللي اتطبق، لو فصلتك فصل تعسفي. في بعض الشركات بتفصل بناء على مشكله او بناء على حاجه انت اخطات فيها، وبعض الشركات بتعمل ده بيبقى عندها خطأ برضه، ان مش كل الاخطاء اللي بيقع فيها الموظفين انا كشركه امشيك. لا، في جزاءات يا فندم. مش معنى ان انا اغلط او اعمل حاجه وده وارد جدا ان انا اقول لك مع السلامه انا مش عايزك. لا، في يا فندم قانون بيحكم ما بين الطرفين. انا اخطات على حسب الخطا بتاعي تحاسبني، لكن مش عمال على بطال انا اخطات تمشي انا اخطات تمشي. الوضع اختلف، والقانون الجديد حط بعض البنود المهمه اللي بيقدر يضمن بيها حق الموظف لو الشركه جت عليه، وبيضمن حق الشركه لو الموظف اخطا في حقها وما نفذش المطلوب منه طبقا للعقد اللي ما بينهم. لازم نفرق ما بين الاستقاله والفصل التعسفي. واوعى الشركه تقول لك امضي على استقاله وهديك حقوقك وبقول لك مع السلامه تروح ماضي من غير ما تعرف ايه هي الحقوق. انت مجرد ما مضيت على الورقه وسمعت كلام الاتش ار، وطبعا ده بيبقى عن طريق الاتش ار معروف طبعا، وسمعت كلام الاتش ار ساعتها انت كده ضيعت جزء كبير من حقك ومش هتقدر تطالب بيه مجرد ما بتمضي على الاستقاله اللي هم قالوا لك امضي عليها. اوعى تمضي على استقاله الا لما تعرف الاول انت وضعك المالي ايه. لو الشركه اللي طلبت منك امضي استقاله وهنديك حقوقك، ان كلمه الحقوق دي بتحط تحتها مليون خط، كلمه مفتوحه. مش معناها ان هو هيديك حقوقك على السنين كلها، هو ممكن يقول لك انا هديك بس شهرين، هديك شهر، هديك رصيد اجازاتك، ودي بالنسبه له الحقوق. لا يا فندم، الحقوق بتختلف تماما لو الشركه اللي مش عايزاك غير لو انت اللي عايز تمشي. نوضح الفرق ما بين الاثنين ونركز. واي حد محتاج يحجز استشاره معايا، رقم الواتساب بتاعي هسيبه على الفيديو. احجز معايا ميعاد وشوف استشارتك ايه، تواصل معايا على الواتساب وهيتم التنسيق معاك للرد على الاستشاره. اي حاجه متعلقه بموضوع الفصل التعسفي وعلاقتك بالشركه بتاعتك والمشاكل طبعا المنتشره ما بين الموظفين والشركات في القطاع الخاص بالاخص، دي اكتر مكان او اكتر جهه فيها مشاكل مع الموظفين اللي هي القطاع الخاص والفصل التعسفي والاستقاله. خلي بالك وخليك حريص، ولازم دايما ترجع لحد يكون فاهم عشان ما تاخدش خطوه تندم عليها بعد كده. السلام عليكم.